السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية يا رب. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة ده. انا روبي، مصرية عايشة في تركيا. اللي اول مرة يشوفني، هنعمل مع بعض القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل عجينة حلوة جدا هشة، تنفع تعملي بيها حلو وتنفع تعملي بيها حادق. جميلة جدا بمكونات حلوة جدا ومش مكلفة خالص خالص. حاجة حلوة بتعمليها من البيت، بايديكي نضيفة، عارفة بتأكلي ولادك ايه الحشوة المناسبة ليكي تعمليها. انتوا عارفين الحاجات دي لما بتتباع بقى في الافران بتبقى غالية جدا، واحنا عايزين نقتصد على قد ما نقدر زي ما احنا اتفقنا. انا معايا 6 كوبايات من الاكواب المعياريه، من دقيق متعدد الاستخدامات. دقيق اللي عندك تبقي عارفاه متعوده عليه، زي ما انت شايفه تعملي الكميه المناسبه ليكي. انا استخدمت النهارده 6 كوبايات، عليهم رشه ملح. نخلت الدقيق زي ما انتم شايفين، وهنزل ببيضه بدرجه حراره المطبخ. وهنزل عندي كوبايه هحط فيها باكت خميره على معلقتين من السكر الحبيبات العادي، وكوبايه من الميه الدافيه، ونص كوبايه حليب. ماشي. انا استخدمت كوبايه ونص الاول، وبعدين هرجع احط تاني نص كوبايه حليب تانية. هيبقى كده ايه كميه السوائل معايا؟ الاساسيه كوبايتين. تمام، على ال6 كوبايات كوبايتين من السوائل. انا عاده بستخدم مع ل6 كوبايات، عارفه يعني بستخدم كوبايتين. لكن برضو انا بحط القليل الاول، وبعدين لما بعوز بزود. اللي ضفته دلوقتي نص باكت بيكنج باودر على على الدقيق والبيضه، ورشه الملح. تمام تمام. هلم بقى الدقيق كده، وهنزل بالسوائل بتاعتي دي واحده واحده كده الم بيها الدقيق. ماشي. وهستخدم كمان ربع كوبايه من زيت الزيتون، او زيت نباتي عادي اللي موجود عندك ومتوفر عندك استخدميه. وهستخدم ميه العجن تكون دافيه، فتره خالص، يعني فتره مش ولا ساقعه قوي من الحنفيه، ولا سخنه من البويلر مثلا. حاجه كده بس عشان تنشط لنا العجينه، علشان انتوا عارفين الجو بارد قوي قوي، فانا عشان كده استخدمت الميه الدافيه. خلصت الكميه اهو زي ما شفتوا كده. خلصت خلاص الايه، خلصت الكوبايه ونص. هنزل بنص كوبايه تانية من الحليب، بيبقى انا كده ايه معايا كوبايتين. والميه اللي هستخدمها بعد كده في العجن هتبقى يعني معلقتين بمعلقتين، معلقتين بمعلقتين. مش هستخدم ميه كتير يعني. احاول بقى الم كويس جدا جدا على قد ما اقدر، واحاول الم كل جوانب العجين كده، بحيث ان ايه ما يبقاش في دقيق تحت مثلا، مش معجون او مش مختلط بالعجينه. تلمي بقى كل الدقيق اللي على الجوانب كده، وانتي بتعجني العجينه. في الاول خالص هتحسي ان هي ايه قاسيه كده معاكي شويه. احنا مش عايزينها قاسيه، اولا عشان ما تتعبش ايدينا واحنا بنعجن وما ترهقناش. تاني حاجه عشان العجينه لما تستوي هتبقى برضو معاكي ناشفه، لو هي ناشفه اصلا معاكي. فانت حاولي خليها طريه كده، وهجيني فيها شويه وابذلي فيها مجهود شويه، والله هتديكي نتيجه روعه روعه، احسن كمان من بتاعه المخابز وبتاعه الافران، الحاجات اللي هي بتتعمل. احنا بنستخدم ايدينا، الحمد لله، ربنا يدينا الصحه جميعا كده يا رب. بصوا انا بقول لكم هنا ايه قاسيه كده شويه، فبنزل عليها مثلا بمعلقتين كمان ميه، وافضل اعجن 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 لغايه ما تتظبط معايا. احسن يعني، ربنا يدينا الصحه، احسن من مليون عجان. والعجان طبعا اريح بكتير، خصوصا لما تبقى كميه كبيره، لكن احنا مش عاملين برضو كميه كبيره قوي. فنستخدم ايدينا كده بالراحه كده، واحده واحده، ونفضل بقى نعجن نعجن. النهارده ما استخدمتش الرخام عشان الطبق اللي انا بعجن فيه كبير، فما تعبنيش بصراحه، يعني حسيت ان مستريحه كده وانا بعجن فيه وخلاص. اخدت 3 معالق من زيت الزيتون، وخليت معلقه واحده بس استخدمها في فرد العجينه، وانا بشكل. تمام تمام. الحشوه بقى اعملي فيها الحشوه اللي تعجبك خالص واللي تريحك. يعني النهارده هحكي لكم الحشوات دلوقتي، وهقول لكم على البدايل. بصوا، بتقطع كده يبقى لازم ايه، لازم نعجن تاني. تفضلي تعجني تعجني تعجني. بصوا، كل ما تعجني في العجينه تحسي ان هي لونها فتح، وبقت ملساء كده اكتر، وما بقتش تلزق، وبقت في منتهى الجمال. بصوا، البوله بتاعتي نضفت، وايديا ما بقتش بتلزق خالص فيها اي حاجه، وهي خلاص كده اوشكت على ايه، على الانتهاء في التجهيز يعني. خلاص هي خلاص كده قربت تجهز وتبقى زي الفل. خلاص كده هي جهزت. هلمها بقى كده على بعضها. بصوا بصوا قطنيه وجميله ازاي، تحفه جدا جدا جدا، اللهم بارك، والله تحفه.
هبل صوابعك كده بشويه من الزيت اللي اتفضل، وادهن وشها واسيبها بقى ايه تختمر براحتها خالص. انا بصراحه سبتها اختمرت براحتها لاني مكنتش مستعجله عليها، انا كده كده ايه مش عايزاها للاكل الفوري يعني، انا كده كده هشيلها يعني، هشيلها في الفريزر. انتوا عارفين المدارس عندنا بدأت من بدايه الاسبوع و... وخلاص بقى يعني بادئين بقى ايه نجهز بقى حاجات عشان المدارس كده زي ما انتوا عارفين. طبعا انتوا عارفين اما تعملي حاجه في بيتك احسن، بتأكلي ولادك حاجة نظيفة. عارفة هي معجونة ازاي، عارفة حشوتها فيها ايه بالظبط، فكله على ايديكي. وكله طبعا انتوا عارفين اي ام بتبقى عايزة توصل لولادها اكتر حاجة مفيدة ومغذية، واكتر حاجة، اكتر حد بيبقى عايز عيله يبقى كويس والمناعة بتاعته تبقى كويسة وفاهم طبيعة أكله، هي الأم. طبعا مفيش أكتر من الأم، هي بتبقى فاهمة كل حاجة خاصة بولادها، فبتبقى عايزة توصل لهم أحسن حاجة. الحاجات اللي بره بتبقى طعمها جميل وشكلها جميل، لكن برضو مش زي حاجة الأم أيا كانت والله، حتى لو أقل في ال في الزينة بقى والحركات اللي بتتعمل ديت، بس حاجة الأم لا يعلى عليها. كفاية انتي بتعمليها بحب كده لولادك، فاعملي بأي كمية يعني، مش لازم تعملي مثلا 6 كوبايات كلهم، ممكن تعملي والله العظيم لو كوبايتين ونص هتعملي كمية كويسة جدا. انا بصوا المعلقة اللي اتفضلت من الزيت، بصوا بدأت ايه، بدأت استخدمها. طبعا الفرادة دي يعني عايزة اقول لكم انا جبتها على امل ان هي تنجزني، بس هي طبعا ما اعرفش النوع بتاعها ما مش كويس ولا ايه، بتقطع لي العجينة كده وبتترس هي كده، يعني العجلة بتاعتها مش بتجري كده معاكي زي اللي كانت عندي في مصر، لا. دي تحسي ان هي بتترس كده شوية بتضايقني يعني، فانا استخدمت ايدي اسرع. انا كده كده مش محتاجاها قوي، لان هي التقطيعات اللي انا مقطعاها صغيره خالص يعني، انا عايزه اعمل سندوتشات صغيره. هي طبعا كده كده بينا لكم ان هي صغيره، بس هي لسه هتختمر تاني، ولما تتحط في الفرن هتختمر تالت، فمش اول اختمار ده ليها على فكره. هتلاقوها يعني حجمها بقى كويس جدا ومشبعه وقطنيه كده من جوه، تحفه تحفه والله العظيم. جربوها مش هتندموا ابدا. هعملها بقى بالحشوه زي ما انت عايزه. انا استخدمت النهارده الحشوه ممكن انا استخدمت النهارده السلامي والجبنه الكشار. ممكن انت تستخدميها لحمه مفرومه، ممكن تستخدميها قطع دجاج صغيره بفلفل الوان زي الفاهيتا كده، ممكن تستخدميها حشوه تونه على فكره بالفلفل الالوان. ممكن تعمليها، انا كنت بعملها في مصر يا جماعه بالجبنه القديمه تحفه. انا بقى كنت بعمل مشكل حشوات يعني، بس كانت اول حشوه بتخلص معايا هي الجبنه القديمه، كلنا بنحبها بنعشقها والله العظيم. يلا بقى ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا كده ويبعت لنا حد كده من مصر ويجيب لنا منها ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى، انا بعد ما خلصت كميه، انا معايا طبقين، طبق بالسمسم، في سمسم، والطبق التاني حطيت معلقه من دبس العنب عندنا، او عسل اسود عندكم في مصر، او لو ما فيش خالص ميه ولبن ونقطة سكر صغيرة. ما تقلقيش خالص من التسكيرة بتاعت العسل دي، لان هي اساسا مش بتبان خالص خالص خالص، ما تقلقيش. مش تقولي مثلا لا ازاي دي فطاير حادقة ازاي يعني هحط لها حلو، لا مش بتبان خالص خالص صدقيني وعن تجربة. ماشي، بتبليها بس كده وبتغمسيها في السمسم، وخلاص كده بتبقى جهزت. انا هخلص بقى الكميه كلها يعني، هخلص الكميه اللي معايا كلها، بس عشان ايه، عشان ما تزهقوش كده مني والفيديو ما يطولش معاكوا يعني. فانا هقطعها كده وهخلص الحشوه ديت كده مع نفسي، وارجع لكم بقى لايه مع الحشوه التانية. انا والله ببقى مش عايزه افصل الكاميرا، عشان يعني مفيش حاجه تتوه منكم، عشان حد متابع، حد اول مره يشتغل في المعجنات. احنا ساعات ايه يعني، ساعات بنقلق شويه من المعجنات، بس والله ما تقلقوش يا جماعه منها. فعشان كده انا بسيب لكم الفيديو بكل تفاصيله، عشان تحسوا الموضوع بسيط يعني مفيهوش حاجه. بعد ما اختمرت شويه لما سبتها وعملت صاج تاني، الصاج الاولاني ده، الصاج الاولاني اختمر بصوا شويه وعلي، فبجيب السكينه بديله كام يعني تقسيمه كده اسمها ايه، بتشرحي الوش بتاعها كده شويه، تدي بس منظر كده، ولما بتعلى بقى في الفرن بيبقى شكلها حلو جدا زي ما شفتوها كده في نهايه الفيديو او في بدايه الفيديو.
الحشوة الحلو اللي هي نفس الحشوة بتاعت الحجازية كده، بس ايه، بس يعني اخف شوية، ما عليهاش كاكاو. انا عملتها بالدقيق السميد والسكر والقرفة. كان طعمها حلو جدا وهادي كده، وفي منتهى الطعم والجمال. انا ما رضيتش احط لها كاكاو علشان عايزه طعم القرفه يبان شويه، يبقى صريح يعني. كان طعمها مش عايزه اقول لكم، قلبت ريحه العماره كلها والله العظيم المعجنات دي. بنفس الطريقه برضو هحطها في الدبس العنب، ومنه اسمها ايه دي، على السمسم. واسيبها برضو شويه تختمر. بصوا، سيبها برضو شويه تختمر. واللي عملته برضو في الصاج الاول هعمله في الصاج التاني لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم الفرن شغال قبل بربع ساعه. حطيت دلوقتي الصاجين التانيين في الفرن، والتالت دوت هبدا احطه معاهم على درجه حراره 180. وتراقبيها، تراقبي اللي فوق وتراقبي اللي تحت. بصوا هتلاقيها هي بقى اكنها زي المقليه بالظبط، من فوق ومن تحت سوا واحد، في منتهى الجمال. بصوا الجمال، طريه وخفيفه وهشه في منتهى الطعامه والجمال. جربوها يا جماعه، والله العظيم والله العظيم مش هتستغنوا اصلا عنها. ما تنسوش بقى الذكر والاستغفار، ما ننساش الدعاء يا جماعة. وادعوا لنا بالله عليكم كده، ربنا ييسر لنا الحل وينجينا جميعا من كل حاجة وحشة. وانتوا كمان سمعت ان في مصر فيها الزيت كده، ربنا يا رب يحفظنا جميعا ويكتب لنا السلامة كلنا. ما ننساش الذكر والاستغفار والدعاء، وما ننساش اللايك، ما ننساش اللايك، ما ننساش اللايك. واشوفكم على خير. باي باي.